السلام عليكم. بعد الهجمة الشرسة التي طالت حافظ دراجي بعد تهجمه على المدرب جمال بلماضي، هو الآن يريد تدارك الموقف من خلال هذا التصريح. شاهد. طيب نبدأ لك بالجمال بلماضي. أنا عارف أنه ممكن كثير ناس تساءلوا لماذا الآن حفيظ تكلم عن جمال بلماضي ولماذا ينتقد. أنا سئلت فرديت على الجواب. قلت لكم من دحين بأنه أثناء المونديال كانت غصة كبيرة جدا. طبعا أكيد هنشوفوا في المباريات ونتذكروا الهدف اللي سجله الكاميرون، نتذكروا تعثرنا أمام المنتخب الكاميروني. وأنا إنسان مثلك مثل أي واحد، وبعدين احنا ممكن عندنا بين قوسين قدرة على التأثير، والناس تنتظر منا معرفة وجهة نظرنا، لأنه ممكن يصنعوا رأيهم من رأيي أو من رأي محمد ومن رأي أي واحد، هذا أمر واقع. أنا حبيت نوضح بأنه ليس لدي أي مشكل مع جمال بلماضي كشخص ولا كمدرب للمنتخب الجزائري. غدوة يكون مدرب نشجعه ونشجع المنتخب الجزائري بنفس القوة وربما أكثر. ولكن سئلت هل جمال بلماضي يتحمل مسؤولية الإقصاء؟ قلت بأنه يتحمل جزء من المسؤولية. أتحدى من يقول لي بأن جمال بلماضي لا يتحمل جزء من المسؤولية، كما اللاعبين كما الاتحادية كما ممكن حتى الإعلام، ممكن حتى احنا تحملوا جزء من المسؤولية على درجات. إذا حبينا نقدس الرئيس أو الوزير أو السفير أو المدرب لهذه الدرجة، فأعتقد بأنه يجب أن نتجاوز هذا الأمر كمجتمع. إذا حبينا نتطوره وإذا حبينا نتغيره، إذا حبينا يكون فيه تحول في المجتمع الجزائري، يجب أن نخرج من هذه القداسة. تقول لي لماذا لم تتحدث في حينها؟ نقول لك بأنه كاين أشياء لا تقال تماما، كاين أشياء لا تقال في حينها، كاين أشياء تقال في وقت آخر. احنا خرجنا من الإقصاء، كنا في حاجة إلى تضميد جراح، كنا في حاجة إلى الحفاظ على معنويات الناس. هذا دورنا احنا كإعلاميين. أي نعم أنا كإنسان تألمت، بصح ما لازمش نبكي قدام الناس، لازم نبين بأنني كنا نتكلم البارح مدرب مثلا جمال بلماضي. أنا أحزنتني صورة أنه بعد المباراة ينهار ويطيح، بعد المباراة اللاعبين انهاروا، الجماهير انهارت، الإعلام انهار. أنت أب، أنت تروح تواسي اللاعبين توعك. طبعا هو يبقى جزائري وعنده قلبه وعنده مشاعره وعنده كذا، فممكن حاجة أكثر من طاقته. ولكن يجب أن نتكلم عن هذه الأشياء. عندما نتكلم عنها هذا لا يعني بأنه جمال بلماضي مدرب سيء، وعندما نتكلم عن فشله فهذا لا يعني بأنه فاشل. أنا قد أفشل في التعليق على مباراة أو تقديم برنامج، أو أفشل لمدة سنة نكون ضعيف أو تعيس أو لسبب أو لآخر. أنا عمري ما قلت جمال بلماضي لا يستحق تدريب المنتخب. وبعدين قلت بأنه يتحمل جزء من المسؤولية، مثل كما كان له الفضل في إنجاز 2019. تتذكروا جيدا المنتخب كان مدمر آنذاك، وجد منتخب في حالة يرثى لها، فتمكن في ظرف 8 أشهر من إعادة بناء منتخب يفوز بكأس إفريقيا وفي مصر وباستحقاق. فلما تقول على حفيظ أشياء سيئة أو سلبية أو انتقادات، تقول عنه بأنه فيها أشياء. أنا حبيت نكسر هذا الحاجز لأنني سئلت فرديت بأنه ولازم يتكسر هذا الحاجز على مستويات كثيرة جدا، مش فقط على مستوى المنتخب. وأعتقد بأنه هذا دوري، ما عندي حتى بالعكس سأكون غدا من أوائل المشجعين بالماضي وللمنتخب. مادام لو تكون غدوة أنت مدرب المنتخب الجزائري سأقف معك بكل جوارحي وبكل ما لدي من قدرات وإمكانيات، لأنه هذا منتخب الجزائر. إن شاء الله أغلقت الملف هذا، وإذا سئلت سأرد بنفس الشكل، ليس إحباطا للمعنويات، لا. أنا أتمنى أنه جمال بلماضي يكون أفضل مما كان عليه ويصحح بعض الأشياء. أنا نتذكر بأنه في واحدة من المدونات الصحفية قال بأنه جاسوي يتحمل مسؤوليتي، فمعناه هو يقولها معليش. ولكن لما نقول يتحمل مسؤولية تصرف فيها قراءات، لماذا الآن وشكون اللي قال له، مش عارف، أقل لي حتى واحد. والآن لأنني سئلت، وكنا أثناء مونديال، لو ما كانش مونديال كذلك حتى الصحفي ما كان يسألني، حتى قادة بن عمار سألني في الشروق، والله ما كان عارف. قال لي حفيظ ما كنتش عارف بأنه سئلت من طرف قناة أخرى. فكان سؤال بديهي يطرحه أي واحد. جو جزائريين كثر للدوحة شافوا المونديال تقريبا نفس السؤال الذي يطرح. بالنسبة للاستقرار من عدمه على مستوى الاتحاد، هو الاستقرار بالمطلق مليح في كل شيء،
بما في ذلك في جمال بالماضي يعني مش، ولكن كان استقرار من استقرار. اذا نخليه حفيد دراجي. عزيزي المشاهد، استمع للتصريح الأول وقارن بين الموقفين، ولكم الحق في نقده بكل موضوعية وبأسلوب محترم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعدين مثلا لما تقولي بأنه ما جي ان كونترا مورال افيك لو بوبل، عندي عقد معنوي مع الشعب، لا أنت ما عندكش عقد معنوي مع الشعب، عندك عقد مادي مع الاتحادية، يعني أنت موظف. أنا في بين سبورتس العقد المعنوي هو إضافي أخلاقي، أما عقدي فهو مادي، خذ وهات، نعطي لهم خدمة يعطوني مقابل ذلك. ما نقولش بأنه ما نقدرش نشتغل من دون راتب، لأنه اللي عنده عقد معنوي، هل يا سيدي عندك عقد معنوي تقدر تسمح في الراتب تاعك ما دام أنه عقد معنوي؟ وبعدين لما تقول عقد معنوي مع الشعب، الشعب لم ينتخب عليك، لم يصوت عليك، الشعب لم يوقع معك العقد، اللي يوقع معك العقد هو رئيس اتحاد، هو المسؤول عليك. طبعا هذه ممكن هو لا يقصدها ولكن غير مقبولة. أنا لما أسمعها أنا لا أقبل أن تقول لي أنت صحفي كرشك خارجة مثلا وأنت ما تعرفش كورة، لا، أنا صحفي مش مطالب بأن نكون نلعب الكرة جيدا، ولكن مطالب بأن أطرح عليك سؤال في الاحترام والأدب اللازمين. طبعا لا، أنا لما أسألك عن ابنك أو ابنتك أو زوجتك أو والدك أو هذه، لا، أنا سألتك عن منتخب وعن كرة وعن لاعبين وعن أرضية ميدان وعن تربص وعن منافس، وعن ما دامت في حدود اللعبة والكرة فيجب أن تقبل، ويمكنك أن ترفض الرد على الأسئلة. أنا الآن لو طرحت لي سؤال من حقي أنني أرفض أن أجيب عليه، قلت لا سيدتي، فهذا ليس قلة أدب ولا قلة احترام ولا أنا أرفض أن